يبدأ لنا يا سيدي قصة فيلم إجرام الحب. تبدأ على جامعة القاهرة، أدي القبة اهي بتاعت جامعة القاهرة اهو. وعندنا الطالبة الجميلة ديت بتفكر في الأبحاث. هيجيلها واحد يجي يستظرف عليها اسمه فارس، وهي اسمها مي. هي مش مستنضفاه، فبتقول له انت مين؟ هو كبير في السن كده وبيتأخر في الجامعة وبيسقط كذا سنة، وفاكر ان الابحاث دي كلها التجارة بتاعته اللي بيشتغل عليها. وكل بنت حلوة يجي يضحك عليها كده شوية وياخد منها قرشين عشان يعمل لها الابحاث، وهي مش مستظرفاه. بس يا خسارة ما بتعرفش تعمل الابحاث، ولو ما عملتش الابحاث هتسقط. فتعمل ايه؟ هتستلطفوا شوية لغاية ما يعمل لها الابحاث. وبعد كده هيجي واحد صاحبهم اسمه عمر، هيقول له انت واقف هنا ليه وسايب المحاضرات بتاعتك ليه؟ انت مش تهدأ ده شوية؟ كل يوم واقف لنا مع واحدة واحدة. وهي عمالة تسأل ده مين؟ ده كبير في السن، ده معانا في الجامعة. يقول لها وحد ما يعرفوش؟ ده الخطير بتاع الأبحاث، ده اللي بيعمل الأبحاث كلها، ده اللي بيبيع الأبحاث بسعر كويس. مفيش طالبة إلا ما تعدي عليه ويعمل لها الأبحاث، بدل ما تعيد السنة وقع في السنة تانية وتالتة وتسقط. خدت الكارت بتاعه وبتفكر مش حليوة ومش هتستظرفهم، بس هي عايزة منه الأبحاث. والراجل ده بيقول لها مش تتهدي شوية؟ انت بقيت زي أبونا. انت مش عارف حاجة. انت تسكت خالص. طب هي تعمل ايه؟ اتصلت بيه عشان ايه؟ عشان الأبحاث. ده لقى نمرة جديدة بترن عليه. بس فهيرد على النمرة ديت وهيقول لها مين هو انتي؟ شفت بقى؟ عرفت بقى ان انا خطير والبنات كلها بتجري ورايا. طب حاضر يا عينيا، ده انا هعمل لك الابحاث اللي انت عايزاها انا هعملها لك. انت اخرس خالص يالا، ده انت مش فاهم حاجه. شفت اهي لفت واتصلت بيا. مش مهم تتصل بيا عشان الابحاث، بس هعمل لها الابحاث. بس بنت حلوه وبنت كويسه. ايه ده وعينيها كمان مسبسبه وحلوه. خلاص انت تطلبي وانا امر. هعمل لك يا حبيبتي الابحاث اللي انت عايزاها. بس خلاص هيفضل يعمل لها في الابحاث وهيتكلم معاها بالتليفون. بس يلا ايه دي الابتسامة الحلوة طولت اهي. شفت بقى؟ ده انت مش عارف حاجة. يلا يا عم روميو وجولييت. بس وبعد كده يفوت يومين ويدور عليها بقى في قلب الجامعة، لقاها في سيكشن الجامعة اهي. عمالة تفكر في الأبحاث وعمالة تفكر وهو عمال يدور عليها. ايه ده لقاها اهو. ايه ده الحلو اهو والجميل اهو موجود اهو. ياه ده جميل وحلو اهو. طب خلاص انا اجي اغلس عليها شوية. هو انت هنا؟ ده انا بدور عليكي مش لاقيكي. وهي تبتسم له شوية وتقول له ايه ده عملت لي الابحاث؟ طبعا هو انا اقدر اتاخر عنك؟ طبعا عملت لك الابحاث اللي انت عايزاها. كل بحث وسطر كتبته من جوايا. احلى الابحاث هعملها لك، ايه رايك بقى؟ كل سطر وسطر اتكتب، وكل الابحاث اللي انت عايزاها خلاص انا عملتها لك. طب ايه ده خلاص، ده انبسطت اهي وهيعمل لها. هتاخد منه بقى بعد كده الابحاث، ويجي بعد كده ايه؟ يروح لها البيت يكمل بقية الابحاث. ياه ده انا صدقت ما خلصت منه. اهي روحت البيت اهي، قابلت مامتها. يا ماما يا ماما ايه ده؟ مش تقولي لي مبروك؟ ده انا عملت الابحاث اللي نفسي فيها كلها عملتها اهي. طب كويس يا بنتي ان انتي عملتيها. ومين بقى اللي عملها لك بقى اللي كانت الابحاث محيراكي؟ والبطوطه الصغيره دي تطلع بقى وتقول لهم طب انا عايزه اجيب شيبسي. مش هيكسفوها، هيقولوا لها روحي جيبي شيبسي، دي اخت مي الصغيره. ايوه يا ماما انا عملت الابحاث. واحد زميلي عمل لي الابحاث، بس هو ايه ما خدش فلوس. ليه يا بنتي ما خدش فلوس؟ ده هو عايز يتجوزني مش عايز ياخد مني فلوس. طب يا بنتي نقابله ونشوفه. جه بقى في اليوم التالت بقى جاي زيارة البيت. الام فاكرة ان هو ولد حلو ومسبسب وامور. ايه ده طلع كبير اهو، ده قد جدها اهو. ايه ده هيبقى عريس ازاي ده بقى؟
طب انا عارفه يا ابني انك انت هتعملوا الابحاث وربنا يوفقكم. اهو بيكمل لها بقى بقيه الابحاث العملي. بيكمل لها اهو بقيه الابحاث العملي. وعملوا الابحاث العملي اهو، ويسبسب في عينيها شويه وهي تسبسب في عينيه. اه طب ومش عارفين بقى بعد السبسبه دي بقى هيعملوا ايه هما الاتنين بقى بعد السبسبه دي؟ ما هو ما فيش جواز، مش عايزين يتجوزوا. هو عايز يعمل لها الابحاث جميله عشان يتجوزها، وهي بتضحك عليه وبتلعب بيه وبتلعب بعواطفه. هل ينفع كده؟ بس بنت حلوة يعني بتلعب بعواطفه ليه كده؟ ده بنت أمورة يعني، وهو ولد أمور وكويس، هما هيلاقوا أحسن من بعض يعني. يلا بقى يعملوا الأبحاث ويظبطوا في الأبحاث. أنا مش عارف إيه آخرة السبسبة دي والعيون دي لما يبصوا لبعض، آخرتها إيه بالظبط؟ آخرتها الصعيد يعني ولا آخرتها هنروحوا مومباي هما الاتنين؟ لا دول شكلهم هيطلعوا على إنجلترا أحسن. بس هيطلعوا على انجلترا على القرافة ولا هيطلعوا على انجلترا على فستان الفرح يعني وبدلة العريس؟ ده خلاص خلص الابحاث اهو. يلا بقى ورينا عرض قفاك، يلا اهو ماشي اهو. اهدي ده ما صدق ان هو مشي، يلا غرفة 60 دقيقة اهو. اهدى اهدى اهدى. ايه وجع القلب اللي احنا فيه ده؟ اهي جات الام اهي. خلاص يا بنتي هعمل لك الابحاث، انتي من طريق وهو من طريق. ده ما ينفعلناش خالص نهائي. ده انا كنت فاكره انه عريس لقطه. اهدى اهدى، ده ما ينفعش خالص يا بنتي. مش قلتلك يا ماما انه ما ينفعش؟ خلاص انا هنهي الموضوع ده بكره، وان شاء الله هيبقى هو من طريق وانا من طريق. ده نهايه اجلك هتكون بكره باذن الله. ما هي ما تعرفش بقى ان هي هتتقتل بكره. بس الام عماله تنصح فيها نصائح الدنيا. وبعدين اخرة النصائح دي ايه؟ دي حضن وبوسها يعني بدل حضن الاخير والوداع الاخير. بس خلاص اهو. يلا خلص الايه المشهد على كده، وبسيتها تاني اهي. يلا بقى نشوف بقى مشهد بكرة. يا عيني مشهد بكرة نازلين هما الاتنين ورا بعض على السلم. ايه ده واللي لابسه ده؟ ده البدلة اللي هيخش بيها السجن بإذن الله. ده مكشرة خالص اهي، بتلعب بالوش التاني اهي. ايه ده؟ ده انت خلاص انت من طريق وانا من طريق، ولا اعرفك ولا تعرفني. انا خدت منك الابحاث وخلاص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده ينفع كده؟ ده انا عملت لك الابحاث واخدت فلوسي، وفي الاخر تنفضي لي كده ومفيش جواز؟ ازاي يا بنت الناس تعملي معايا كده؟ بقى انت بتستفرديني وانت بتضحكي عليا، ينفع كده؟ لا 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 ما ينفعش كده. طب هو هيعمل لها ايه بقى في الاخر؟ هيجي يمد ايده عليها ويشد معاها ويضربها، بس يا خسارة. هي في الاخر هتموت يا عيني، هتقع من على ترابزين السلم. بس احسن ما تقعيش. لكن مصممة بقى هتقع في الاخر بقى. اهي خلاص اهي وقعت اهي في الاخر اهي. اهدى 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 اهدى. ينفع كده؟